فرحة كبيرة للجماهير الجزائرية بعد هذا الفوز العريض أمام المنتخب البحريني 5 أهداف مقابل هدف، وبالتالي منتخب الجزائر يحيي أمله بالتأهل إلى الدور المقبل. منتخب البحريني خارج منافسات هذه البطولة. هارد لك كابتن محمد، مبروك هذا الفوز كابتن رفيق. مهم بالنسبة للجماهير الجزائرية بشكل عام ليس فقط الفوز بل كذلك الأداء والمستوى. ظهر بوجه مخاير اليوم المنتخب الجزائري. أكيد، يعني أول شيء هارد لك للبحرين، مبروك لمنتخبنا. الكل كنا ننتظر في صورة الجزائر بالأداء والنتيجة. الكل قبل بداية هذه البطولة كنا ننتظر صحيح صاحب اللقب، على الأقل ندافع على لقبنا. وأظن أن التغييرات اللي قام بها ماجد بوقرة أعطت يعني إضافة، أعطت أيضا فعالية، أعطت الوجه اللي كنا ننتظر فيه. يعني صحيح البداية لم تكن سهلة خاصة في 20 دقيقة الأولى، الضغط العالي من لاعبين البحرين. والشوط الثاني تحسن حتى من نفس اللاعبين وعزيمتهم الوتيرة، والهدف الثالث في نهاية الشوط الثاني يعني غير عدة أشياء. يعني تخرج بنتيجة 3-1 في الشوط الأول، الشوط الثاني نفس، حتى ولو كانت فيه بعض التغييرات، ولكن نفس الأداء، نفس العزيمة، نفس الانضباط التكتيكي، تعديل المشكل اللي كان في وسط الميدان خاصة في بداية المباراة. يعني الانسجام ما بين بولبينا، بركان، سعيود، هذو اللاعبين يعني متعودين يلعبوا مع بعضهم. هذو اللاعبين لعبوا تقريبا 3 أو 4 مباريات ودية، وهذه اللي لاحظناها اليوم يعني في بعض الأحيان بلمسة بلمستين. وهذه هي كرة القدم الجزائرية، يعني اللعب القصير، اللعب السريع، ونمتلك السرعة يعني في الثلث الهجومي. وعندما بولبينا يكون في أفضل أحواله، وهذه النقطة اللي تكلمنا عليها كيدان، يعني هذا اللاعب لو انضج ويلعب بهذا المستوى ورفع من مستواه، حظوظه تكون أوفر من المنتخب الأول. يعني الكل صحيح يتكلم عليه موهبة، مشروع، لاعب كبير في المستقبل، ولكن على هذا اللاعب أن يطور نفسه من الجانب الذهني والأداء. قبل أن توجه لمحمد جمعة رفيق، سؤال سريع بنعم أو لا. لو أنت مكان بيتغوفيتش ورأيت بولبينا ورأيت أيضا بركان بهذا الأداء، هل تستدعيهم أم لا؟ نعم أم لا؟ نعم، بولبينا نعم، بركان في المستقبل ممكن يكون قلت لك أداء اللاعب في المستقبل هو اللي راح يعني يفرض على المدرب استدعائه. بولبينا هينبسط. هلا طبعا نروح محمد جمعة. يعني اول ما اتى الهدف الاول للمنتخب البحريني بصراحه شعرنا بان البحرين قادر، حتى كان رفيقها كان يحسب حساباته، ولكن بعد ذلك ما الذي حدث؟ المجهود اللي بذلوه اللاعبين البحرينيين خاصه كان في 25 دقيقه كان له مردود سلبي، خاصه في نهايه الشوط الاول مع بدايه الشوط الثاني. بين الشوطين قلت لك ان شاء الله ما يدخل علينا هدف في اول 10 دقائق، وهاي اللي حصل. اول ما دخل الهدف، لان معدل اعمار اللاعبين شوي كبير، المجهود اللي بذلوه في الشوط الاول كبير، فصعب يبذلون لك نفس المجهود مع بدايه الشوط الثاني. كان المفروض يكون في تغييرات مع بدايه الشوط الثاني عشان تحافظ على الرتم. التغييرات حدثت عقب ما جاء الهدف الرابع، الفريق انهار، كان يبي يحافظ على النتيجه عشان ما يخسر بشكل يعني اسوء من ما طلع عليه. احنا كنا متوقعين مثلا النتيجه او وصولنا للدور الثاني كان صعب، لكن كنا متفائلين بتصريحات، صراحه تصريحات المدرب، لانه هو على راس المسؤوليه بالنسبه للفريق وهو الاقرب. فاتضح ان يمكن احنا كان عندنا حق في عدم تفاؤلنا بالدرجه الكبيره مع بدايه الدوره. هو كابتن محمد نتفق المجموعه صعبه، والمنتخب البحريني بدا امام اصعب منتخبين لربما بهذه المجموعه، حتى المنتخب السوداني صعب، لكن العراق والمنتخب الجزائري. لكن بناء على ما تابعته بهاتين المباراتين تحديدا لربما الشوط الاول امام المنتخب الجزائري، ممكن ان يكون هناك اشارات جيده بالنسبه للمستقبل، او هناك لربما ضروره باعاده النظر لربما بالمنتخب. كانت اشارات بايجابيه بالنسبه حق البطوله، اما بالنسبه حق المستقبل لانه صعب، معدل اعمار اللاعبين كبير، اعتقد يمكن تكون على الاقل 5 ل 6 لاعبين تكون لهم اخر مشاركه. هذه المشاركه لما عاوز تبني في المستقبل لازم يكون هناك فريق جديد تبني عليه امال جديده، طموحات جديده تساعدك في الوصول الى ادوار اخرى. اعتقد في بعض اللاعبين كفوا ووفوا لهذه المرحله القادمه تتطلب لاعبين جدد، خطط جديده، ممكن تكون مدرب جديد. فأنا نذهب الآن إلى هناك مع وفاء سوقار، والذي سيسعيد لاعب المنتخب البحريني. ماذا قال؟ نعم، حياكم الله مجددا بعد نهاية لقاء الجزائر والبحرين إلى جانب قائد المنتخب البحريني السيد ضياء.
يعني حظ أوفر بداية. أعرف جيدا وأن النتيجة كبيرة والخروج مبكر، لكن إلى ماذا ممكن وأن نعزي هذا الخروج؟ نقول هاردك حق الجماهير بس اللي حضرت. بدينا المباراة على أحسن ما يمكن، سجلنا هدف، طلع هدف تسلل، رجعوا سجلوا علينا، رجعنا في المباراة كنا ند قوي للفريق الجزائري، لكن في النهاية كرة القدم جزئيات بسيطة، تفوقوا علينا في جزئيات بسيطة، ممكن عدم تركيز أو تغطية أو هاي، يعني مباريات بهالحجم في ليفل عالي تغفل شوية يجيك هدف على طول. فالمباراة ما يعني كنا ند، بس هاي الجزئيات البسيطة هاي اللي فرقت معنا يعني تعرف لاعبين على مستوى عالي فطبيعي يعني. فنقول هاردك حق جماهيرنا بس وحظ أوفر. شكرا جزيلا، وهذه عودة إليكم من جديد. شكرا جزيلا لك وفاء سقار. سمعنا اللي بعد ردود الفعل بعد هذه المباراة، فوز المنتخب الجزائري الآن 4 نقاط بالنسبة للمنتخب الجزائري، والحسم سيكون بالمباراة المقبلة بالنسبة للجزائر. لقاء سيكون أمام المنتخب العراقي لربما أقوى منتخبات هذه المجموعة 3 نقاط، وسنكون بانتظار ما ستحمله المباراة المقبلة بالنسبة للعراق. أكيد هي كل المباريات صعبة، وكل مباراة عندها عواملها وخصوصياتها. اليوم راح يرتاحوا، راح يكون فيها ريكفري بالنسبة للاعبين، عنده يعني حتى بعض اللاعبين اللي أراحهم، وشفنا يعني تغييرات في الدقائق الأخيرة. الشيء اللي فرح عودة إبراهيمي، يعني عودة للاعبين. سعيود لعب تقريبا ساعة، يعني رجوعه من إصابة لعب ساعة. كل هذول اللاعبين اللي كانوا ناقصين عادوا من إصابة، راح نحتاجهم في المباراة القادمة. ممكن المباراة القادمة يكون فيه ضغط 3-4 لاعبين جدد اللي ما لعبوش ممكن في هذه المباراة وكانوا لعبوا في المباراة الأولى، ولكن الحضور دائما كل مباراة ونعطوا لها حقها. وأظن أنه واحد من نجوم المباراة التي تكلمت عنها عادل بلبينة، الذي قلت بأنه سوف أستدعيه، سجل 8 أهداف، صنع 5 في 17 مباراة مع نادي دحيل القطري، وهاتريك أمام الاتحاد السعودي، وهدفين اليوم. ماذا قال أمام وفا بعد هذه المواجهة؟ نعم، حياكم الله مجددا. ومن المعسكر الأحمر إلى المعسكر الأخضر، المنتخب الجزائري الذي عاد عودة قوية في هذه المباراة بعد النتيجة الأولى. عادل بولبينة واحد من نجوم هذه المباراة ونجوم هذه البطولة حتى الآن. الجزائر اليوم قدمت نسخة قوية وشخصية كبيرة جدا. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، والله احنا من فريق يعني اولا يعني مبروك لنا، هارد لك المنتخب البحريني، ان شاء الله يعودوا في الجاي. يعني والله معروفين انه هذه هي المستويات بتاعنا. منتخب الجزائر منتخب كبير، يعني المباراة الاولى كانت أول مباراة، كانت يعني ما دخلناش يعني بالسهولة اللي يعني كانت مباراة قوية. إن شاء الله عودنا ولينا المباراة اليوم، عودنا والقادم أفضل إن شاء الله. الجماهير الجزائرية اليوم تتحدث باسم بولبينة، لديك دعم كبير من الجماهير. والله الحمد لله الحمد لله، يعني هذا يزيدني قوة ويزيدني تحفيز عشان نزيد نقدم الأفضل للمنتخب. وإن شاء الله المباريات القادمة إن شاء الله نستناهم يدعمونا بقوة ونكونوا أكثر قوة إن شاء الله. شكرا جزيلا، مبروكين، وهذه عودة إليكم من جديد. شكرا جزيلا لك وفاء سقار. سمعنا إذن لبولبينة لاعب المنتخب الجزائري. بهذه الأثناء أشكركما شكرا جزيلا كابتن محمد جمعة، هارد لك. كابتن رفيق صيفي، ألف مبروك، شكرا جزيلا لك. طبعا مشاهدينا الحديث سيتواصل، لكن بعد هذا الفاصل عن المباراة المقبلة ما بين العراق والسودان.